ازاي تم فصلنا عن جذورنا؟ ازاي تم فصلنا عن حقيقة حضارتنا وعن جوهرها؟ والأهم بقى، هل تم فصلنا عن جوهر حضارتنا بشكل متعمد؟ هل أصبح اللي وصل لنا من تاريخنا وحضارتنا رتوش، مجرد رتوش، مجرد معابد جميلة قدامنا، مجرد جدران مزينة بنقوش جميلة وتماثيل عظيمة الصنع، حتى أن البعض يظنها أصنام أو أوثان كانت تعبد من دون الله، وعروس النيل والفراعنة وتقديم قرابين للآلهة والمفاهيم المشوهة للأسف اللي بيتم تصديرها أو ترويج ليها في الأفلام أو في المسلسلات أو في الإعلام بشكل عام. هل ده بس مجرد الصورة اللي وصلانا عن حضارتنا؟ وكلامي هنا عن الحضارة المصرية القديمة تحديدا. ليه بقى؟ الحضارة المصرية القديمة بتوجع البعض، بتوجعهم. ليه؟ لأنها بتفضح وبتكشف أصلهم. بتوجع مين؟ بتوجع اللي مش من مصلحتهم إن يوصل لنا إحنا المصريين حقيقة وجوهر الحضارة دي. عشان كده تم فصلنا إحنا تحديدا عن ماهية الحضارة دي، رغم إنها حوالينا وقدامنا وشايفينها، لكن للأسف مفصولين عنها. يكفي بس إن إحنا نعرف إن عقدة اليهود الأزلية الحضارة المصرية القديمة، وده باعترافهم هم. حضارتنا باقية وفي بقائها في حد ذاته ده رسالة ومؤشر لينا إن إحنا نشوف الحضارة دي كانت بتتبع أي منهج. هل كان منهجهم بشكل عام هو الكفر والوثنية زي ما بيتم الادعاء كده، ولا كان منهجهم هو الإيمان والصلاح؟ طب لو هما منهجهم الكفر والوثنية والآلهة والتعددية اللي بيتم الترويج ليه ده، ليه ربنا سبحانه وتعالى ما أهلكهمش زي ما أهلك الأقوام السابقين؟ والقصص القرآني مليان بالأقوام اللي ربنا سبحانه وتعالى أهلكهم، كانوا أشد قوة وآثارا في الأرض، ربنا سبحانه وتعالى أهلكهم. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى أبقى على هذه الحضارة؟ ده لوحده مؤشر ورسالة لازم إن احنا نسأل نفسنا، ليه ربنا سبحانه وتعالى أبقى هذه الحضارة تحديدا؟ تم اختزال الحضاره دي في بعض الطقوس وبعض العادات اللي احنا لسه متوارثينها او اللي احنا متوارثينها من اجدادنا المصريين القدماء. يقول لك مثلا زي بعض الكلمات اللي احنا بننطقها، زي مثلا اكلنا الرنجه والفسيخ، زي بعض الحاجات اللي متوارثينها والاعياد الخاصه بالمصريين القدماء. هو ده بس مفهومنا عن الحضاره المصريه، هو ده اللي وصل لنا عنها، هو ده للاسف اللي اعلاميا بيتم تصديره لينا كمصريين، ده اللي نبقى عارفينه عن حضارتنا، هو ده اللي المفروض نعرفه عنها، ولا في حاجات اهم واعمق واخطر من كده بكتير موجوده في حضارتنا لازم نكون على تواصل معاها؟ لما بنتكلم عن الحضاره المصريه القديمه فاحنا مش منفصلين عن ديننا ولا حاجه. حضاره كانت قائمه على العلوم، حضاره كانت قائمه على التوحيد، حضاره كانت قائمه على علوم مصدرها السماء او الوحي الالهي، حضاره كانت قائمه على علوم انبياء. لما نقول ان احنا عايزين نرجع للحضاره دي فاحنا كده ما انفصلناش عن الاسلام ولا عن الدين في شيء. طب لما نيجي نرجع حتى لقوانين الماعد اللي هم 42 قانون، قوانين العداله، نيجي نلاقيها انها كلها قوانين بتحاكي او بتماثل مبادئ الاسلام. فهي كانت قوانين الهيه جايه بوحي الهي، لان منظومه الاخلاق دي ما يجيش كده بشر يحطوها ويوضعوها. منظومه الاخلاق دي بيكون مصدرها وحي من السماء في الاساس. المصريين القدماء كانوا بيعتبروا نهر النيل هو اللي هو اسمه حابي عندهم، كانوا بيعتبروه متصل بنون، اللي هو النون ده المحيط الازلي اللي منه انشئ الكون بعد كده. فالمصريين القدماء كانوا على علم او على وعي بان النيل ده اللي هو مصدر الحياه بالنسبه لهم متصل مباشره بنون اللي هو المحيط الازلي. زي ما احنا كده بنقول دلوقتي ايه، ان نهر النيل ده كانه نهر من الجنه، او عندنا حتى في الموروث الاسلامي ان نهر النيل يعني نهر من الجنه. فشوفوا نظره المصريين القدماء نهر النيل كانت عامله ازاي. علشان كده كان تلويث ماء النهر يعتبر جريمة يعاقب عليها، وكان لازم المصري القديم يقر ويقول ولم ألوث ماء النهر. شوفوا دلوقتي احنا بنعمل في النيل ايه. ازاي الكتابة المصرية القديمة مكتوبة قدامنا على جدران المعابد ومش عارفين نفسر الكتابة دي؟ انا بتكلم على المعظم على الاغلب. ازاي تم فصلنا عن اللغة المصرية القديمة؟ ازاي احنا في يوم وليلة كده ما بقيناش عارفين المصريين القدماء كانوا بيتكلموا ازاي، او اللسان حتى اللي كانوا بيتكلموا بيه؟ هل ممكن او يعقل حضارة بالعظمة دي يتم فصلنا عن حقيقة اللغة او اللسان اللي هم كانوا بيتكلموا بيه؟ طب عندنا اللغة اليونانية واللي بثقت بعد كده منها اللاتينية موجودة لحد دلوقتي، وهي دي اللغة المتداولة والشائعة. اشمعنى اللغة دي موجودة وباقية وعارفين نتكلم بيها والناس بتتكلم بيها وبيدرسوا العلوم بيها، واللغة المصرية القديمة مش عارفين اللسان اللي كانوا بيتكلموا بيه؟ هل ده يعقل؟ فعلى الرغم ان المصريين القدماء كانوا مؤمنين بالبعث والحساب، وده اللي حتى بيدرس لنا، يعني المصريين القدماء مؤمنين بالبعث والحساب، بس في نفس الوقت كانوا كفرة ووثنيين وبيعبدوا آلهة. تجيبها منين ازاي دي انا مش عارفة. يعني الناس الكفرة واللي مش مؤمنين ببعث وحساب بيقولوا ايه؟ وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون. ده مبدأهم وده اللي هم مقتنعين بيه. فازاي ناس بقى مؤمنة بالبعث والحساب وبعد كده نيجي نتهمهم بالكفر وبالوثنية؟ مش حاجة برضو فيها خلل؟ حتى لما بنيجي ننسب التوحيد للحضاره المصريه القديمه بننسبه لمين بقى؟ بننسبه لاخناتون. اخناتون اللي هو في الدوله الحديثه في الاسره ال 18، يعني اول من دعا للتوحيد يقول لك اخناتون، في حين ان احنا عندنا نصوص توحيديه من قبل حتى الاسره الاولى، وعندنا في متون الاهرام واهرام اناس في نصوص توحيديه يعني من قديم الازل.
سبحان الله، برضو مش عايزين يقولوا ان التوحيد كان مترسخ ومتجذر في الحضاره المصريه القديمه من قديم الازل، من قبل الاسره 18 ومن قبل اخناتون بالاف السنين. هو سيدنا ادريس عليه السلام كان فين؟ شوفوا كده جميع اقوال المفسرين على ان سيدنا ادريس كان فين. سيدنا ادريس عليه السلام كان في مصر. طب سيدنا ادريس لما كان في مصر كان بيعمل ايه؟ هو اللي انشا الحضاره دي، هو اللي رسخ فيها التوحيد، هو اللي علم المصريين القدماء اصول واسس التوحيد والحضاره والزراعه والبناء. لما يكون نبي زي سيدنا ادريس عليه السلام اللي هو يعتبر ابنا لسيدنا ادم عليه السلام كان موجود هنا في مصر، يبقى التوحيد كان في الحضاره دي من امتى؟ الاسره 18 من ايام اخناتون، ولا من البدء خالص منذ قيام الحضاره دي من الاساس اللي هي اول حضاره في التاريخ؟ هم عاملين لنا كده ميكس كده، ايه، حضاره توحيديه بس فيها كفر وثنيه، حضاره توحيديه بس يعني التوحيد جالها كده في الاخر، يعني بعد ما كان الكفر والوثنيه استشروا فيها، فيدوك ميكس كده فيه تشوه، ميكس فيه خلل، هيخلوك انت كمتلقي متلخبط. هي الحضاره دي كانت ماشيه ازاي؟ الحضاره دي هو الناس دي كانت ايه بجد؟ ده بالظبط اكتر وصف نقدر نوصف بيه اللي وصل لنا عن تاريخنا، ان احنا تم فصلنا وتم تشويه الصوره اللي وصلانا عنه، بحيث ان احنا نفسنا نبقى متلخبطين. هي الحضاره دي كانت ماشيه ازاي؟ وده من اخبث الاساليب اللي تم اتباعها علشان يشوهوا صوره الحضاره دي ويفصلونا عنها، يفقدونا التواصل معاها، علشان بعد كده الاثار دي ما تبقاش ليها قيمه بالنسبه لنا. دي اثار ناس كفره وثنيين، من حقنا بقى ان احنا نبيعها، نتاجر فيها، يعني نعمل فيها اللي نعمله، ما هم ناس كانوا كفره في الاول وفي الاخر. لكن لو وصلت لنا حقيقه وجوهر الحضاره دي، اعتقد ان ناس كتيره قوي هيراجعوا نفسهم. طيب مصدر العلوم اللي كانت عند المصريين القدماء كانت جايه منين؟ هل ممكن واحد ينام ويصحى فجأة كده يلاقي نفسه بقى عالم وعنده كافة وسائر العلوم؟ ولا العلوم دي في الأصل مصدرها سماوي أو مصدرها إلهي أو مصدرها وحي من السماء؟ العلوم أو الفهم أو الحكمة بيكون مصدرها من ربنا سبحانه وتعالى، هو مصدر كل شيء في الكون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. وبالمناسبة لقمان الحكيم كان مصري وكان عايش في مصر. لو بس نتتبع وصايا لقمان الحكيم لابنه هتشوف ان هو كانت وصاياه قائمة كلها على التوحيد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لقمان الحكيم المصري شوفوا بينهى ابنه عن الشرك، وبعد كده بيأمره بالصلاة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فكان بيأمره بالصلاة. إزاي نقول إنها ما كانتش حضارة توحيدية قائمة على التوحيد وفيها حتى أركان الإسلام الصلاة؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. شوفوا كل الوصايا اللي كان بيوصي بيها لقمان إيه، دي عبارة عن وصايا توحيدية خالصة لله سبحانه وتعالى، وهو كان موجود عندنا هنا في مصر في عصر المصريين القدماء. فإزاي نقول إنها مش حضارة توحيدية؟ فالعلم مصدره ربنا سبحانه وتعالى، ولو تتبعنا القرآن الكريم هنلاقي ان جميع الانبياء اللي اوتوا علم اوتوه من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال عن سيدنا يعقوب: وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وسيدنا يوسف عليه السلام اللي كان في مصر: ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. سيدنا موسى ايضا اللي كان في مصر: ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. سيدنا سليمان عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى بيقول عنه وهو سيدنا داود ايه: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فهذه الحضارة كانت حضارة قائمة على العلوم من البداية، علوم إلهية، علوم جاية بوحي من السماء، علوم أنبياء. لو احنا بصينا للحضارة دي بالمنظور ده وشفناها بالشكل ده، اعتقد ان نظرتنا ليها هتختلف، تعاملنا مع الاثار هيختلف، حتى يبقى عندنا ضمير واحنا بنتكلم عن الحضاره دي، علشان ما نتهمهاش او ما نلصقش بيها زورا وبهتانا ما ليس فيها. فهي كانت حضاره صالحه، حضاره ليها رساله، وواجب علينا احنا ان احنا نفهم الرساله دي، لان بالفعل تم فصلنا عن فهم هذه الرساله. العلوم كانت في أروقة المعابد. المصريين القدماء كانوا بيعتبروا المعابد دي بيوت عبادة وبيوت علم، والكهنة كان وظيفتهم ان هم بيعلموا العلوم دي للمصريين. حصل بقى في الاحتلال الروماني الغاشم اللي حصل ان هم فصلوا المصريين ساعتها عن دخول المعابد، بقى يصعبوا على المصريين جدا دخول المعابد، وان هم المصريين لازم يقدموا قرابين باهظة الثمن للامبراطور علشان يقدروا يخشوا المعابد. فتم فصل المصريين من وقتها عن الدخول لمصدر العلم، الاماكن المدون فيها العلم ساعتها اللي هي المعابد بتاعه المصريين القدماء. فتم ابعاد المصريين عن المصدر للاسف، علشان يتم تجهيلهم بعد كده ويتم شغلهم بقوت عيشهم، وان هم يبقى كل همهم ان هم بس يبقوا سله للاحتلال الروماني الغاشم، ان هم يعني ينفقوا على الامبراطوريه الرومانيه ان مصر تبقى سله غذاء ليها.
حتى تم فرض ضرائب باهظة على الفلاحين ساعتها علشان يهجروا الأرض ويشتغلوا في أعمال ما يكونش فيها الشقاء والعناء بتاع الزراعة. ومع إن مصر في الأساس دولة قائمة على الزراعة وحضارة قائمة على الزراعة من الأساس، فتم برضو هجر الأراضي الزراعية، إبعاد المصريين عن جوهر ومكون أساسي من قيام هذه الحضارة وهو الزراعة. الاحتلالات المتعاقبة كده عملت على إيه؟ عملت بشكل ممنهج تجهيل الشعب ده وفصله عن جذوره وعن حضارته، وعلى كمان تغيير عاداته أو بعض عاداته الأساسية اللي كان قائم عليها بالفعل هذه الحضارة. من فضل ربنا علينا ان طبيعه الشعب المصري بشكل عام ان هو مترابط جينيا، وهو محافظ على جيناته ومحافظ على بعض العادات اللي هو متمسك بيها لحد دلوقتي، لكن للاسف الكور او الجوهر للاسف تم فصلنا عنه، وان كان لا يزال مغروس في جيناتنا ومحتاج يصحى. وهو ده اللي احنا لازم نشتغل عليه دلوقتي، ان احنا نصحي الجينات النايمه فينا او اللي تم تنويمها او عبث فيها بشكل متعمد، علشان ما نرجعش لحقيقه حضارتنا ونعرف الجوهر بتاعها. فهنعتبر نفسنا كده كأننا في سبات عميق لمدة من الزمن، لكن آن الأوان إن احنا نصحى ونفيق. أما حضارتنا تكون هي حضارة الإبداع الهندسي والدقة الهندسية المتناهية، وتبقى المباني بتاعتهم معمولة زي ما احنا شايفينها كده، احنا مش عارفين نعمل زيها دلوقتي. تكون المباني بتاعتهم والمنشآت والمعابد والأهرامات والمباني حتى للعالم كله مش عارف يعمل زيها لحد دلوقتي. اما تكون الحضاره دي اللي هي حضارتنا احنا بالشكل ده، واحنا نيجي نبص على المباني بتاعتنا نلاقيها ايه؟ نلاقي للاسف فيها من العشوائيه ومن عدم التنظيم، وفيها يعني من الهوجائيه بما يدعو للاسف. ده نقدر نسميه ايه؟ هل ينفع ان احنا احفاد المصريين القدماء اللي عندنا اعظم حضاره في الدنيا يبقى مبانينا مثلا بالشكل ده؟ الفكره بقى اخطر من كده بكتير، مش مجرد شكل مباني وخلاص، لا، هما كانوا بيعتمدوا على ما يسمى اسم الهندسه المقدسه. المصطلح ده يمكن البعض ما يسمعش عنه او البعض يكون سمع عنه. هي هندسه ليها مقاييس معينه في اختيار شكل البناء واختيار حتى المكان نفسه اللي كانوا بيبنوا عليه البناء ده، ان البناء ده اللي هو الانسان موجود فيه هو اكتر حاجه بتؤثر على طاقه الانسان وبتاثر على كفاءته وعلى حيويته. المصريين القدماء ما كانوش بيبنوا المعابد بتاعتهم كده والمباني والاماكن بطريقه عشوائيه او في اي مكان كده جه على مزاجهم، لا، ده كان ليهم مقاييس معينه علشان يختاروا المكان نفسه اللي هيبنوا فيه هذا البناء. وده بيفسر ان اللي راح وزار معابد المصريين القدماء، اللي راح معبد دندره او اللي راح معبد سيتي الاول او اللي راح اي معبد من معابد المصريين القدماء، هتحسوا براحه مش طبيعيه. الراحه دي منبعها كذا حاجه، اولا شكل البناء نفسه والهندسه اللي مبني بيها البناء، تاني حاجه المكان اللي تم اختياره علشان يبنوا فيه المعبد ده. احنا للاسف دلوقتي بنعمل العكس تماما، بنينا بمنتهى العشوائيه، الاشكال الهندسيه اشكال صماء ما فيهاش اي حتى حاجه بتراعي طاقه الانسان. عشان كده معظم الناس في حاله مزاجيه غير جيده، معظم الناس في حاله مزاجيه سيئه، امراض الاكتئاب انتشرت للاسف ما بين الناس، لان الابنيه اللي تم بنائها دلوقتي او بيتم بنائها معموله بعشوائيه متعمده. وده مثل بسيط جدا من امثله العلوم اللي كانت عند المصريين القدماء. لو احنا بنراعي شكل الابنيه اللي احنا بنسكن فيها وبنراعي اختيار الاماكن للابنيه اللي احنا هنبنيها، ده هيفرق كتير جدا في طاقه الانسان وفي كفاءته وفي حيويته، وهيبعد عننا امراض كتير للاسف منتشره بسبب هذا الامر، ويمكن ما نكونش واعيين ليها للاسف. فشوفوا جوهر وحقيقه حضارتنا علشان يوصل لكم المفهوم الحقيقي بتاعها وتوصل لكم الرساله بتاعتها. دلوقتي المصريين القدماء لما كانوا بيحترموا الحيوانات ويتقال ان هم كانوا مثلا بيعبدوا البقره او بيعبدوا الجعران او بيعبدوا ايا كان الكائن، ما كانوش بيعبدوها، ولكن ده كان احترام لمخلوقات الاله. المصري القديم كان بينظر للاشياء على جوهرها، ما كانش بينظر للظاهر كده، لا، ده كان عنده وعي وعنده من الحكمه والفهم ان هو ينظر للجوهر وما ينظرش بس للمظهر. فعلشان كده هم كانوا بيحترموا المخلوقات، مخلوقات الاله بشكل عام، وعارفين الجوهر او الرساله اللي هي عايزه توصله، سواء الشمس سواء البقره سواء الثعبان سواء القطه سواء الصقر، كلها دي كانت مخلوقات للاله، وهم مدركين انها مخلوقات الاله، ما كانوش بيعبدوها ولكن عارفين الجوهر وظائفها الحقيقيه. منهجهم في التعبير كان مختلف عننا، فما نجيش نحاسبهم هم على منهجنا احنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، فما نحاسبهمش على منهجهم وطريقتهم في التعبير سواء بالتماثيل او بالرسم بالحيوانات اللي هم كانوا يعني بيحطوها كرموز عندهم، لان ده هيكون ظلم ليهم، لان احنا بنحاسبهم كده على حسب شريعتنا احنا، ده احنا نفسنا لينا شريعه مختلفه عمن سبقنا. حتى لو كان كل الانبياء والرسل دعوا للاسلام، ولكن كل نبي كان ليه الشريعه بتاعته. ولو جينا نسال نفسنا بس مجرد سؤال كده، ليه الغرب حريصين على شراء الاثار بتاعتنا وبيدفعوا فيها ابهض الاثمان؟ ايه حرصهم الشديد على انهم يشتروا مجرد قطع تماثيل؟ ايه حرصهم على دفع المبالغ الباهظه دي فيها؟ محدش سال نفسه السؤال ده. للاسف احنا نديهم بايدينا اللي هم بيحاربونا بيه، هم على علم تام
بجوهر الحضاره دي وعلى خطوره الحضاره دي عليهم. عشان كده لما قلت لكم في الاول ان في ناس مش من مصلحتها احنا نرجع تاني لهويتنا ولجذورنا، وفي ناس فعلا الحضاره المصريه القديمه دي بتسبب لهم وجع، ما ندرك انها كانت حضاره قائمه على التوحيد في الاساس، وانها كانت حضاره قائمه على العلوم الالهيه اللي جايه بوحي من السماء، حضاره انبياء. اعتقد مش من السهل ساعتها ان البعض يفرط فيها بمنتهى السهوله كده او يبيعها حتى لو بملايين الدولارات. الانسان ما بينفصلش عن تاريخه، تاريخ الانسان جزء منه، لما انت بتفرط فيه كانك فرطت في جزء من نفسك. فدي امانه من عند ربنا سبحانه وتعالى حطها بين ايدينا عشان نحافظ عليها. هتتحمل وزر السؤال يوم القيامه لما تكون فرطت في الامانه دي، هتكون قد السؤال ده. للاسف بقينا في زمن بقت المفاهيم فيه مغلوطه، بقت للاسف المبادئ والقيم والاخلاق يعني عمله نادره. وللأسف من كتر انقلاب الموازين وانقلاب الأوضاع بشكل يعني يخلي الواحد كده يبقى يفكر هو أنا صح ولا مش صح، لازم الواحد يرجع تاني للأصل ويرجع تاني لارتباطه بالمصدر ربنا سبحانه وتعالى. لأن احنا للأسف الشريف واللي عنده أخلاق ومبادئ بقى عملة نادرة في زمن عز فيه الشرف.